أدى السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الرئيس أنور السادات. كما أدى اليمين أمام الرئيس الدكتور محمود فوزي رئيس الوزراء، ودكتور عزيز صدقي النائب الأول لرئيس الوزراء، والدكتور محمد عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء، والمهندس سيد مرعي نائب رئيس الوزراء، والسيد محمود رياض نائب رئيس الوزراء. ثم توالى بعد ذلك أداء اليمين من السادة الوزراء أمام الرئيس بعد إعادة تشكيل الوزارة. وبعد أداء اليمين الدستورية انتقل الوزراء إلى القاعة الكبرى، حيث عقد مجلس الوزراء أول جلسة عمل له برئاسة الرئيس أنور السادات. وقد طرح الرئيس في هذه الجلسة أمام الوزارة الجديدة تصوره الكامل لمهام المرحلة المقبلة، وركز سيادته على مبادئ إعادة تنظيم الدولة ومسؤولية الوزارة الجديدة ودور كل وزارة والمعركة باعتبارها الهدف الأساسي لكل التنظيمات والخطوات التي تقررت. وقال الرئيس في أول جلسة لمجلس الوزراء الجديد إن القوانين التي ستصدر ستعرض على مجلس الوزراء حتى يمكن تنفيذها على الفور.